السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل ان شاء الله صينية بطاطس بصدور الرومي بطريقة سريعة كده وسهلة وبسيطة، وان شاء الله تعجبكم. بس قبل اي شيء يا ريت نشترك في القناة ونفعل الجرس علشان ان شاء الله يوصلكم مني اي اشعار باي فيديو ممكن انزله جديد. نقول بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قبل اي حاجه في الاول كده هنجيب جبنا صدور الرومي. صدر معانا رومي واحد قطعناه كده قطع زي ما انتم شايفين. غسلناها غسله كويسه قوي بالميه والملح والليمون، ده مع حلول النقع. وبعد كده هنصفيه ونغسله تاني، يعني غسله كويسه. وبعدين هننزل بالتتبيله بتاعتنا، بصلايه مبشوره عليها طماطميه مبشوره وشويه فلفل وشويه ملح وليمونه وفص ثوم هنقطعه قطع صغيره وشويه بهارات كده من بهارات الفراخ وشويه 7 بهارات. هنقلبهم كويس قوي مع بعض وهننزل بيهم على الفراخ وهنقلبهم كده تقليبه كويسه كده وهندعكم بالفراخ دعكه كويسه. وبعد كده هنحط الصدور الرومي او الفراخ يعني متاحه معاكي، هنحطها في التلاجة لمده ساعتين 3. ولو كانت يعني غيبنا المده هيبقى افضل برضو اكتر من كده. بعد كده هنجيب حله وهننزل بصدور الفراخ او الرومي او يعني المتاح معاكي. ده صدر رومي قطعته كذا حته زي ما انتم شايفين. بعد كده هننزل بيهم في الحله. هناخد التتبيله بتاعتهم كده، هنحاول نصفي الفراخ من التتبيله. وبعد كده هنرصهم في الحله وبعدين هننزل ببقيه التتبيله على الوش زي ما انتم شايفين كده. هنطلع بالحله بتاعتنا على النار. الاول كده هنقلب الفراخ بالتتبيله زي ما انتم يعني شايفين بالشكل ده. سيارت كده ندوس لايك عشان تشجعوني ان شاء الله انزل فيديوهات تانية جديده. حطينا الفراخ كده في الحله طلعنا بيها على النار. بعد ربع ساعه شلت الغطا علشان يعني نقلبها على الوش التاني. وبالمنظر اللي انتوا شايفينه ده ما زودناهاش اي ميه خالص. ميه البصل نزلت العصاره كلها اللي جواه. في اي اناء تاني هنكون محضرين البطاطس قطعناها شرايح زي ما انتوا شايفين، غسلناها غسله كويسه قوي. هننزل بيها في الصينيه. هننزل بفصين 3 توم كده متقطعين شرائح صغيره. البصل قطعناه برضو شرايح. فلفل الوان او المتاح معاكي في البيت، سواء كان الوان او فلفل اخضر. نص معلقه فلفل اسود. نص معلقه ملح. هنضيف الملح مع الفلفل الاسود. شويه بهارات. 3 طماطمات كده خدناهم ضربناهم في الخلاط. هننزل بيهم على البطاطس الخلطه الجميله اللي عملناها. هنقلب كل الخلطه دي مع بعضها. مش بنحتاج طماطم كتير، طماطمتين 3 كده كبار في الخلاط. نضربهم وننزل بيهم على الخلطة دي. هنقلب البطاطس بكل المكونات اللي احنا ضفناها لها بالشكل اللي انتوا شايفينه. هنرجع نبص على الفراخ، هنلاقيها استوت معانا كده نص سوا. بعد ما قلبنا البطاطس بكل الخلطة دي هنبدأ ننزل قطع الفراخ على الوش بالشكل ده.
احنا مش محتاجين المية بقى اللي نزلت من الفراخ خالص. هنبدأ نقلب الفراخ مع خلطة البطاطس والبصل والفلفل وكل المكونات الجميلة اللي احنا ضفناها دي. نحاول ننزل قطع الفراخ كده، يعني نخلي البطاطس تغطيها والخلطة دي عشان تاخد طعم الخلطة الجميلة دي معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه. الميزة كمان هنا ان احنا مش بنحتاج اي دهون خالص، هي شوية زيت صغيرين جدا، يعني نص معلقة كده كبيرة من الزيت بالشكل اللي انتوا شايفينه، ما بتاخدش اي دهون ولا سمنة ولا اي حاجة خالص، ما شاء الله صحية جدا. هنبدأ ننزل بيها نحطها على البوتاجاز، هنولع النار ونبدأ نحطها على نار هادية وبعدين نغطيها علشان تنزل كل السوائل اللي فيها. لو احتاجت معانا نص كوباية مية ممكن نزودها، نص كوباية مية وشوية ملح صغيرة تاني لو لقينا المية بتاعت البطاطس مش كافية معانا يعني. هنغطيها كويس قوي ونسيبها حوالي تلت ساعة على النار بالشكل اللي انتوا شايفينه. يعني هنا احنا بناخدها كده معانا غلوة تستوي نص سوا وبعد كده ندخلها الفرن. ونولع الشعلة اللي تحت ونغطيها ونسيبها تكمل سواها. عملنا جنبها طبقين رز بالشعرية، معلقتين سمنة صغيرين، هننزل بشوية الشعرية، هناخدها كده معانا كام تقليبة، هنقلب في الشعرية لحد ما تدينا اللون الجميل اللي احنا متعودين عليه. هنحمرها كويس، اهم حاجة نبقى واقفين جنبها عشان متحرقش مننا. هنقلبها الشعرية معانا لازم تتحمر كويس بس ما تتحرقش مننا. تدينا اللون اللي احنا محتاجينه الذهبي ده. بعد كده هننزل بالمية. حضرنا الرز وغسلناه كويس قوي، صفيناه من المية. هنبدأ ننزل بالرز بعد ما الشعرية اتحمرت معانا. وبعدين نزود كمية المية المعيار المناسب اللي انتوا شايفينه وشوية الملح. المية تغطي الرز كده وتبقى ازيد بشوية صغيرة، متبقاش كتيرة عشان الرز ما يعجنش مننا ويبقى مفلفل معانا. هنا الرز اتشرب لكل المية بتاعته، هننزل بقى بمعلقة سمنة كده وبكده خلاص الاكله بتاعتنا ما شاء الله خلصت. والبطاطس زي ما شايفين طلعناها من الفرن ما شاء الله، ما احتاجناش نولع الشعلة اللي فوق خالص، هي كلها مع بعضها كده يعني ما شاء الله ما اخدتش معانا وقت. وعملنا جنبها طبقين الرز اللي قلت لكم عليهم بالشعريه. الرز ما شاء الله مفلفل يعني الحبايه بحبايتها. ويا رب تكون الاكله والوصفه عجبتكم، وان شاء الله كده يعني ايه تشجعوني باللايكات وتقولوا لي ايه رايكم. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.